ان انا بمتهن المهنه دي، بس في حاجه كده فاتتني محدش قال لي عليها وما كنتش عامل حسابي عليها الصراحه. انك اول ما بتبقى فنان بيجي معاه ضغط مجتمعي كده يحسسك انك طول الوقت محتاج تبقى قدوه. فاهمين قصدي صح؟ محتاج تبقى مثل اعلى يحتذى بيه. بقيت فنان، لا. يا جماعه طه دسوقي لما طلع في مهرجان جونه، بصراحه انا ما غلطوش في اي كلام قاله. يعني فعلا الناس هي اللي بتهتم بيهم وهي اللي بتدي لهم المساحه ديت، وشوفوا الفنانه الفلانيه عملت ايه وشوفوا. وهم دول اصلا ما افتكرش انهم صحفيين، دول شويه مرتزقه حابين يكسبوا ويعملوا ريتش، بس مش اكتر من كده. انا بس عندي عتاب عليه في كلمه واحده بس، ان هو بيقول ان الناس طول الوقت شايفه الفنان قدوه ولازم يحتذوا بيه ولازم يعمل الحاجه الصح طول الوقت ولازم. انت غلطان. انت مين قالك ان احنا شايفينك انت او غيرك قدوه؟ يعني انا واحده من الناس وناس كتير اعرفهم، مش عايزه اتكلم بنيابه عن بقيه الناس، ان احنا مش شايفينكم قدوه. مين قالك ان احنا شايفينك قدوه وانك انت لازم نشوفك طول الوقت بتعمل الحاجه الصح؟ لا. يعني انا ما اعرفكش، انت واحد مثلا بتاخد مسلسل او اي حاجه وبتطلع تمثل، تقرا تعمل الدور اللي مكتوب، لكن انا مش عرفني في حياتك العاديه انت بتعمل ايه عشان اخدك قدوه. انا مثلا اشوف من بعيد كده واحد زي مجدي يعقوب، ساب العالم كله وساب الدنيا بحالها وراح في مركز بسيط في بلده بعد ما بلغ من العمر 80 سنة أو فوق ال 80 سنة، ويعمل عمليات بالمجان من خلال التبرعات اللي بيلمها. ده لسه بيكافح بيشتغل لآخر لحظة في حياته، رغم إنه دلوقتي في السن اللي المفروض يرتاح فيه. أنا مثلا لما أقول لولادي بصوا شوفوا مجدي يعقوب بيعمل إيه، يعني أتمنى واحد منهم يبقى زيه، اتمنى. لكن انا هقول لهم طه دسوقي ولا مثلا الفنانه الفلانيه ولا الفنان الفلاني، انا مش عرفني بيكم. اعرف حياتكم منين؟ اعرف دواخلكم منين عشان تبقوا قدوه ولازم تعملوا الحاجه الصح طول الوقت؟ فما اعرفش الكلام ده مترسخ في ذهن الفنانين ان هم لازم قدوه وان هم الاعمال اللي بيعملوها لازم نحتذي بيها. لا، احنا مش شايفينكم قدوه. انا ما اعرفكوش عن نفسي عشان اشوفكم قدوه. وبعدين معلش، يعني انا عايزه ابص على اطلالات الفنانين دي. احنا في شهر 10، انا سقعانه. يعني انا دلوقتي بدات اشكي لان حاسين ان احنا سقعانين. انتم مش سقعانين يا جماعه؟ ايه ده؟ يعني في واحده لبسها لفت نظري زي الاستاذه دي. ايه ده؟ انت فرقتي ايه يا حبيبتي عن بتوع التيك توكرز ولا البلوجرز ولا الناس اللي لموهم؟ يعني هي فين الرقابه على الحاجات دي؟ ايه اللبس ده؟ واللي جايه دي برضو روجينا، هي وبعدها بشرى. انتوا يعني الاتنين عاملين فيها صغيره على الحب، صغيره على الحب. يعني المفروض ان اللبس يكون مناسب للشكل كمان، مش للجسم بس. يعني مش ضروري بس جسمك يكون مناسب لللبس اللي هتلبسه، لا شكلك كمان. وصبا مبارك اللبس الهندي مش لايق عليكي خالص. وميان السيد لابسه لبس زي ما يكون ايه ده، واخده النجفه قبل ما ايه دي ستاره ولا ايه؟ ميان السيد دي ستاره ولا ايه اللي انت لابساه ده؟ انا مش عارفه. ونيلي كريم بصراحه انا ما كنتش متوقعه انها يعني تلبس كده بصراحه، يعني او ما ظهرتش قبل كده في اي مهرجان بلبس زي ده. مش عارفه، يعني قولوا رايكم انتوا ايه. بس بصراحه يعني انا شايفه ان الدنيا ساقعه قوي وانتوا مش سقعانين ليه يا جماعه؟ انا سقعانه والله. وبعدين يعني مش عارفه برضو نجيب ساويرس ايه علاقته بالفن؟ يعني ليه عامل مهرجان في الجونه ومكلفه قد كده؟ يعني ايه علاقه نجيب ساويرس بالفن؟ مش فاهمه.